اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. النهارده مع بعض هقول لكم على ازاي نخلي الزيت، رغم ان هنقلي فيه سمك بس هنخليه ازاي يكون نظيف. الزيت ده انا قليت فيه سمك اول مره، ده كان تاني مره، ده اول مره. بصوا الزيت رغم ان هو اول مره اقلي فيه السمك، بس بصوا لونه بني ازاي، وهقول لكم الزيت البني ازاي بقى كده غامق ومحروق، وازاي الزيت بقى فاتح رغم ان ده نفس نوع الزيت. يعني ده نفس نوع ده، بس هنا بقى محروق من اول قليه وهنا فاتح من اول قليه. السر في كده ان الزيت كده بقى فاتح كده، ان انا تبلت السمك وسبته حوالي 5-6 دقايق وبعد كده قليت على طول. هنا ده كان برضو نفس الزيت ده، نفس الزيت ده اللي انا قليت بيه اول مره، قليت بيه كمان مره كمان، وممكن كمان اقلي بيه مره ثالثه ومره رابعه. الطريقه بتاعه الزيت ان هو يبقى فاتح كده، ان انت تبدري السمك بالدقيق وبعد كده بتسيبيه شويه صغيرين وترجعي بقى ايه تقلي على طول. ممكن نبدا من اول سمكه بدرناها. هنا بصوا الزيت ده محروق ازاي، ليه؟ على اني انا بدرت السمك بالدقيق ورحت قليت على طول. بقيت ابدر السمكه واقلي، ابدر واقلي وانفض برضو في نفس الوقت. يعني انا ببدر السمكه وبنفضها من الدقيق وبقليها، فادتني النتيجه دي ان الزيت بقى محروق. وادي الدقيق اهو المحروق. بصوا استنوا كده معايا، بصوا الدقيق، بصوا الدقيق ده، دقيق ده دقيق من اول قليه في الزيت بقى كده. فاحنا مش عايزين النتيجه دي، فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح نعمل ايه؟ نرجع ده كده ورا. هنروح نعمل ايه؟ عايزين ان الزيت يبقى كده نضيف، نقلي بيه مره واثنين وثلاثه واربعه كمان. هنعمل زي ما قلت لكم، احنا هنبدر السمك بالدقيق وبعد كده هنفضه وهنسيبه حوالي من 5-6-7 دقايق وبعد كده هقلي على طول، وهتاخدي الزيت نضيف كده زي الفل. وكده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون البنات اللي اول مره يخشوا المطبخ ومش عارفين يعملوا السمك وبيحرقوا على طول الزيت كده، يعملوا النتيجه دي اللي انا بقول لكم عليها. وهسيب لكم لينك الفيديو بتاع السمك اللي انا قليت فيه الزيت دوت في الديسكريبشن من تحت، وبعد كده خشوا عليه وشوفوه. وده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب نكون استفدنا. ما تنسوش تصلوا على النبي وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد. باي.